أغلى سلاح في العالم حاليا متجه نحو الشرق الأوسط. تخيل معايا مدينة فوق الماء هزة أكثر من 70 طائرة حربية ومفاعلات نووية اللي تقدر تخليها تدور العالم أكثر من 25 سنة بلا ما توقف. هذه ماشي لقطة من فيلم خيال علمي، هذه هي جريلد فول، أكبر وأغلى حاملة طائرات عرفتها البشرية. حاليا تتجه للشرق المتوسط بسبب الحرب اللي نايضة بين إيران وإسرائيل. واش هاد الوحش غادي يقلب موازين الحرب؟ أجي نتعرفوا على هاد الوحش أكثر. أول حاجة هو الثمن ديال هاد السفينة، هو ثمن فلكي 13 مليار ديال الدولار، وهي الطول ديالها أكثر من 330 متر، يعني كبر من برج إيفل إلى حطيناه ناعس. اللي كيميزها على حاملات الطائرات الأخرى هي التكنولوجيا اللي فيها، وأيضا مجهزة بنظام دفاع خارق اللي كتستعمل فيه الليزر كدفاع كيسقط أي درون أو صاروخ قبل ما يوصل لها. يعني حرفيا عبارة عن قاعدة عسكرية كبيرة متحركة. وماشي غير الطيارات يعني اللي كاينين في الداخل ديالها، كاين طاقم كبير بزاف اللي فيه 4500 جندي، فيه مطبخ اللي كيصيب يوميا 18 ألف وجبة في النهار، ومحطة لتحلية ماء البحر اللي كتنتج أكثر من مليون لتر يوميا. وجود هاد الوحش قبالة السواحل بهاد التوقيت هو مدروس، ورسالة يعني اللي كتقول بأن اللعب سالة، ميمكنش ميكان يعني تحرك هاد الوحش يعني باش غير يكون باش يتفرج. دابا اللي خاص نعرفو بلي هاد التحرك يعني اللي دايره ميريكان حاليا ماشي وليد اليوم او رد فعل عشوائي على الضربات الإيرانية والإسرائيلية اللي شفنا اليوم. الحقيقة هي ميريكان يعني محركة هاد الوحش منذ أشهر. هاد الشي كيبين بلي واشنطن كانت عارفة هاد اللحظة غتجي وحطات هاد القاعدة النووية المتحركة باش تنهي هاد الحرب. وجود هاد الوحش قبالة السواحل بهاد التوقيت هو شيء مدروس جدا، ورسالة واضحة كتقول بأن اللعب سهلة. أمريكان ما صيفطاتهاش باش تفرج، صيفطاتها كأداة ضغط عسكري نهائي. يا إما إيران غادي ترجع وتوقف التصعيد وتخضع للشروط الأمريكية، يا إما هاد المطرقة النووية غادي تضرب ضربات اللي غادي تمحي بهم القدرات العسكرية الكاملة لإيران في دقائق. واش أمريكان غادي تنجح في أنها تنهي هاد الصراع بهاد الخطة اللي كان كيوجد لها ترامب لعدة أشهر؟ تبع تطورات هاد الحرب أشنو واقع؟ ما عليك إلا اشتراك في القناة، وما تنساش تخلي لنا يعني الرأي ديالك، واش غادي تنجح أمريكان في هاد الشي ولا بالنسبة لك العكس؟